عبد الصمد الزلزولي. اسم كيجي على لسان الجميع عندما يطرح هذا السؤال: شكون هما اللاعبين اللي قدروا يوصلوا ويلعبوا الفرق كبيره بدون الولوج لاي اكاديميه او مدرسه كرويه لاحد النوادي في الصغار؟ بطل القصه واحد منهم، وهذا الشيء كيتعتبر شبه مستحيل. فما بالك الا دزتي من طفوله صعيبه وظروف ما كتخليكش تحلم بابسط الاشياء، وهو الدخل لاحد النوادي الصغيره، حتى كتمر السنوات وكتلقى راسك في ملعب الكامب نو بقميص احد اكبر الانديه في العالم. نسى عليك اي حاجه سمعتيها من قبل على هذا اللاعب. ابن مدينه بني ملال، هاجرت عائلته لاسبانيا، لاعب فريق البارسا والمنتخب، ومعار الان لنادي اوساسونا. هادشي كلشي كيعرفوه واي واحد يقدر يقولوا لك. لكن اليوم غنفتحوا كتاب مسيره عبد الصمد ونشوفوا كيفاش قدر من ظروف صعيبه ومعقده يوصل لهذا النجاح اللي هو بنفسه باقي ما متيقش انه وصل ليه. المكان اللي قدامكم الآن هو حي كاروز بمدينة إلتشي، المكان اللي كيتعتبر أفقر أحياء إسبانيا، حي مليء بالمهاجرين من جميع الجنسيات والعائلات الفقيرة وأي واحد ما عندوش دخل محترم. من وسط أزقة هذا الحي غنلقاو طفل القصة اللي كيحاول يهرب من صعوبة الحياة بلاعب كرة القدم. الحاجة الوحيدة اللي كانت كتخرجه من الوضعية اللي كيعيشها وكتخرجه أيضا من شخصيته الانطوائية. نعم، عبد الصمد ما كانش عنده أصدقاء بزاف بسبب شخصيته الانطوائية، ولكن الحب اللي تزاد معه تجاه كرة القدم كان كيخليه يتغلب على هادشي ويخرج يلعب مع بعض الأصدقاء في الحي تحت مراقبة الأخ الأكبر عبد المجيد. الحالة المادية كانت متواضعة، ما كتخليهش يحلم بأشياء كبيرة في داك السن، من غير أنه يتحصل على بعض اليوروهات من الأب ديالو بأي طريقة باش يمشي للسيبير كما كنقولوا ليه بدارجتنا ويبقى يتفرج في مقاطع النجم البرازيلي نيمار. كانت هذه أفضل اللحظات عنده، يشاهد حركات ومراوغات جديدة ويحاول يطبقها على الأصدقاء ديالو في الحي. هنا حلم عبد الصمد يكون لاعب احترافي بدا كيكبر، لكن الواقع ما كيساعدش، وفكرة يدخل أحد المدارس الكروية كانت صعيبة، فبقى كيمارس هوايته كالعادة مع الأصدقاء حتى تحرك الأخ ديالو مجيد وشجعو يدخل على الأقل أحد فرق الأحياء، منها يجرب حظه وأيضا يتغلب على الحشمة اللي كانت فيه. فكانت البداية لأول مرة مع فريق صغير اللي هو بينيا ريفال، ومن بعد بدا كينتقل بين العديد من الأندية المغمورة اللي كان ما كيطولش معهم بسبب الحالة المزاجية ديالو، وبقى على هذا الحال حتى ل1 يوليو 2006، العام اللي غيلتحق فيه بأكاديمية نادي المدينة إلتشي. بلاتي اسم هذا النادي ما فكركمش بشي حاجة؟ هذا هو النادي اللي سجل عليه عبد الصمد مؤخرا هدف رائع في الدوري الإسباني، ودار واحد الاحتفالية معبرة عن الغضب والانتقام اللي ما فهموهاش الناس. باش نفهمو اكثر خليونا نرجعوا للنقطة اللي وقفنا فيها، وهي مرحلة إلتشي. بطلنا دوز اختبارات معاهم وكان عنده طموح كبير يلعب مع فريق المدينة ويبين على موهبته ويزيد يطور من راسو اكثر، ولكن كانت الصدمة قوية، ما قبلوش، جراو عليه بداعي انهم ما اقتنعوش به بلا ما يعطيوه اي فرصه يثبت فيها راسو، فكان مصيره الاقصاء من النادي. عبد الصمد في هذا السن كان جسديا نحيف وضعيف بدنيا، وايضا كان شخص عصبي ومزاجي، وهذا الشيء ما كيخليهش يصبر او يتسنى الفرصه ديالو مع شي فريق. داكشي علاش ما استقر في حتى نادي مشى ليه، وهذه من بين العوامل اللي خلات هذا النادي يسدوا عليه الباب. وهنا بدا كيدخلو الشك في راسو، وكيف ما قال في احد الحوارات في هذه اللحظه فكر يتخلى على الحلم ديالو ويشوف شي مجال آخر كيف ما كان، لأنه فشل في الحاجة الوحيدة اللي كان عنده أمل ينقذ بها حياته ويخرج من الوضعية اللي كان فيها. وتخيلوا معايا أنه بعد على ممارسة كرة القدم لمدة طويلة، ودابا غتكونوا عرفتوا سر هذه الاحتفالية. في وسط هذا الإحباط اللي كان فيه غيتدخل أحد مسؤولي نادي هيركوليس الإسباني، وهو لاعب سابق لريال مدريد خافير بوريتو، اللي غينقذ عبد الصمد بإعطائه فرصة مع هذا النادي ويتعاقدوا معه سنة 2016، لكن يلعب فقط مع الفريق الرديف. البطل كان في عمره انذاك 15 سنة، وكان عارف انه خاصو ياخذ الامور بجدية الان. بدا في الاهتمام بنظام غذائي على قدر المستطاع بالاضافة الى التمارين الفردية، وبالفعل بدا كيبان تحسن في البنية الجسمانية. اما في التدريب مع الفريق فاحد المسؤولين داخل النادي قالوا انه كان كيتقاتل على كرة كانها اخر مرة غادي يقيسها، وما كيبغيش الخسارة حتى في التدريب. والتطور ديالو على المستوى
التقني بدا كيبان شويه بشويه، لكن هادشي ما كانش كافي باش ياخذ الفرصه ديالو ويطلع للفريق الاول في اسرع وقت. بالعكس 3 سنوات ديال الصبر والعمل حتى المصاريف اللي كان كياخذ من النادي كانت بسيطه جدا. اخيرا مدرب هيركوليس أنطونيو مورينو غيمنحو الفرصه اللي كينتظرها سنه 2019 وغادي يوقع اول عقد احترافي مع الفريق الاول الممارس بالدرجه الثالثه باش يخوض معهم غمار المنافسه والاحتكاك اكثر بهدف التطور، خصوصا من الناحيه البدنيه. البدايه معهم كانت متواضعه شويه حتى غطرى واحد الحاجه اللي غتكون نقطه تحول مهمه بالنسبه ليه، وهي استدعائه للمنتخب المغربي تحت 20 سنه باش يلعب كاس العرب سنه 2020. ظهر بمستوى كبير مع المنتخب وقدر يسجل هدفين انذاك. مدرب هيركوليس قال انه هادشي زاد من الحماس ديالو وساعدو اكثر مع الفريق. على مدار السنتين اللي قضاها اللاعب في الفريق الاول نادي هيركوليس تألق معهم بزاف من خلال تميزه في الجانب المهاري والسرعه الكبيره في الانطلاق وتجاوز المدافعين والتسديد بقوه. كان محبوب بزاف عند الجماهير وكيعتبروه الفتى المدلل عندهم. رئيس النادي صرح انذاك بانه ما غاديش يبيعوه الا الا جاهم عرض لا يرفض وينفع النادي ماليا، وفعلا العروض بداو كيوصلوا بكثره للنادي. اسبانيول، الميريا، فالنسيا، برشلونه كلهم تفاوضوا بشكل مباشر مع المسؤولين ديال هيركوليس، ونادي فالنسيا كانوا قراب بزاف من التعاقد معاه لولا تردد الاداره. اما البارسا عرض على عبد الصمد يخوض اختبارات في يونيو 2021 والحمد لله قدر يقنع الجميع في مدرسه لاماسيا والاداره توصلت بتقارير ايجابيه عليه. لذلك قبل اغلاق الميركاتو بيوم واحد لابورتا رئيس البارسا قرر يفسخ عقد احد اللاعبين اللي كيتقدر ب2 ديال المليون يورو باش يتم التعاقد مع عبد الصمد في صيف 2021 لمده 3 سنوات. البطل رد الجميل اللي داروا معه فريق هيركوليس وقدر يخفف الازمه الماليه اللي كانوا كيمروا منها بفضل القيمه الماليه اللي تحصلوا عليها من فريق البارسا. الحلم بدا كيتحقق، والى سولنا الزلزولي ولا طرف من الاسره ديالو غادي يقولوا لنا ما كناش كنتخيلوا يوصل لهاد المرحله ويلعب مع نادي كبير بقيمه البارسا، خصوصا انه الصعوبات اللي مر منها ما سهلاش وما كتخليكش تامن بانه غادي يمشي بعيد في مساره الكروي. اذا كيفاش داز اول موسم عند البطل ديالنا في كاتالونيا؟ اداره النادي كانت اتفقت مع وكيل اعمال عبد الصمد بانه غادي تكون خطه لتطور اللاعب يلعب مع الفريق الرديف على الاقل لمده سنه لفهم اكثر اسلوب النادي اللي كيتطلب وقت كبير للتاقلم معاه. وفعلا البدايه كانت مع الفريق الثاني للنادي الكتالوني تحت قياده المدرب سيرجي باراخوان. هذا الاخير كان معجب بزاف بعبد الصمد وعطاه الثقه الكامله وثبته كجناح ايسر بدون تقييده بالواجبات الدفاعيه من اجل تحريره اكثر في الهجوم وصنع الحلول بالاعتماد على مهارته الكبيره في الاختراق وسرعته المميزه في الانطلاق والتسديد بشكل قوي. سجل 3 ديال الاهداف و7 ديال التمريرات حاسمه وتالق بشده مع الفريق الرديف. برشلونه انذاك كان كيعيش ازمه كبيره على مستوى النتائج. هادشي دفع رئيس النادي يقيل المدرب الهولندي كومان وتم الاستنجاد بسيرجي باراخوان مدرب الرديف كمدرب مؤقت. ومن الاشياء الاولى اللي قام بها الاسباني بعد تعيينه كمدرب في الفريق الاول هو تصعيد لبعض اللاعبين اللي كانوا معاه في الفريق الرديف كاخو ماش والزلزولي. لذلك 30 اكتوبر بطل القصه غادي يخوض اول دقائق ليه في الكامب نو ضد الافيس بعد ما دخل كاحتياطي. الفرحه كانت كبيره خصوصا انه اول مره كيلعب مع الفريق الاول وبحضور جماهيري كبير، وفي نفس الوقت هذا كان حلم متحقق اخيرا بفضل سيرجي. المهم بعدها بايام قليله غادي يتحصل على فرصه اللعب مجددا في مباراه ضد فريق سيلتا فيغو، لكن كما كان متوقع فتره سيرجي كمدرب الفريق الاول انتهت حيث تم التعاقد مع احد اساطير النادي تشافي هرنانديز. ما كانش تخوف ان الزلزولي يرجع للفريق الرديف وتكون مباراه سيلتا فيغو هي الاخيره ليه، بالعكس اسطوره البارسا هرنانديز كيتيق في اللاعبين الشباب. لذلك عبد الصمد شد في هذه الفرصه مزيان وبشكل تدريجي بدا كيخوض دقائق اكثر ومن بعد ولا كيدخل اساسي في بعض المباريات حتى جات الفرصه باش يسجل اول هدف ليه ضد فريق اوساسونا. البطل ديالنا كان عارف قيمه كل دقيقه كيلعبها ومركز مزيان حيت هذه فرصه ما كتعوضش باش يبان ويسوق لراسو في العالم، خصوصا ان الفريق كان كيعاني من غيابات كثيره انذاك. لذلك كان خاصو يستغل هذه الفتره مزيان، لكن للاسف في لحظات تالق مع العملاق الكتالوني غادي يتعرض لمشكل كبير وضغوطات من نوع اخر بعد ما توجهت ليه الدعوه من طرف وحيد خليل وزيت في اواخر شهر دجنبر من سنه
2021 باش يكون حاضر في التجمع الإعدادي استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا. قبل ذلك كانت اتصالات من الجامعة وحيد مع عبد الصمد واللي بدوره كان مستعد يحمل القميص الوطني اللي كان بالنسبة لي حلم وفخر كبير. حتى لهنا كل شيء مزيان، ولكن بعد الدعوة كل شيء تغير. الشعب المغربي كان كينتظر بشغف كبير حضور موهبة برشلونة ويشوفوه عن قرب مع المنتخب الأول، ولكن في لحظة كل شيء كيتفاجأ بأخبار كتقول بأنه ما غيكونش حاضر مع المنتخب، والسبب أنه بغى يبقى مع الفريق في ديك الفترة وما يضيعش الفرصة اللي عطات تشافي. هنا تعرض لهجمة شرسة من طرف بعض الجماهير اللي وصلت لدرجة السب، وللأسف الصحف الإسبانية استغلت هذا الشيء وقالوا بأن الزلزول يرفض المنتخب المغربي وغادي يختار إسبانيا. عبد الصمد تعرض لضغوطات كبيرة حتى أنه بعض الأصدقاء المقربين ليه صرحوا بأنه العائلة ديالو ما عجبهمش الحال، وكذلك بكاو وتأثروا بزاف ملي شافوا الهجمات الكبيرة اللي كيتعرض ليها ولدهم. وهو في هذه اللحظة الحاجة الوحيدة اللي كانت كتهمه ومتخوف منها هي يستبعد نهائيا من المنتخب، ولكن القجع كان متفاهم الوضع وكان كيأكد ليه بأنه الباب مفتوح ليه في أي وقت. للأسف الناس نساو بأن الزلزول لعب في المنتخب المغربي تحت 20 سنة في بطولة العرب وكان حاضر في بعض الفئات السنية الأخرى كالرديف. وإلا جينا نفكروا بالعقل قراره كان منطقي جدا، فرصة اللاعب مع البارسا ما كتعوضش خصوصا في هذيك الفترة، ومع الوقت تأكد أنه كان على حق وقراره كان صائب، لأنه المباريات اللي لعب مع البارسا في ديك الفترة كانت مهمة باش يجيو عروض من فرق أخرى. صحيح أن تشافي كان مقتنع بمؤهلات اللاعب الكبيرة حتى أنهم جددوا معه العقد ديالو لغاية سنة 2026 بشرط جزائي كيوصل ل 200 مليون يورو باش يضمنوا عدم انتقاله لأي فريق آخر، ولكن الإدارة الكتالونية وتشافي فكروا باش يتم الإعارة ديالو لفريق آخر في الليغا ويراقبوا التطور ديالو. وبالفعل جاو عروض من فرق إسبانية ومنهم فريق إلتشي اللي رفضوه في الصغر ورفضهم هو هذه المرة واختار عرض نادي أوساسونا وتم التعاقد معه بنظام الإعارة لمدة سنة. بطلنا كان فرحان بزاف بهذه الخطوة اللي كانت ذكية وناجحة لأنه كيقدم أداء متميز هذا الموسم وكيساهم تهديفيا ب5 ديال الأهداف ما بين البطولة والكأس وصناعته الهدفين، وقدر يوصل الفريق إلى نهائي كأس إسبانيا. النجاح ما كانش فقط على مستوى النادي بل أيضا دوليا بتحقيقه أخيرا الحلم اللي راودو منذ الطفولة وهو اللعب مع المنتخب المغربي ومشاركته في المونديال. صحيح أنه ما باش بمستوى كبير في قطر رغم أنه تحصل على بعض الدقائق ضد كرواتيا وإسبانيا وفرنسا، ولكن الكل مؤمن أن الوقت ديالو مع المنتخب غادي يجي وغادي يتألق معنا إن شاء الله، خصوصا أن وليد كيعول عليه وكيعتبروا الخيار الثاني في مكان بوفال. محبي قصة بطل وصول عبد الصمد لهذه المكانة هو النتيجة المنطقية لكل التضحيات والعمل اللي قام به. كنتمنى قصة اليوم تكون فيها عبرة نستافدوا منها كاملين. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المستمر القناة، وما تنساوش تشاركوا هذا المقطع مع الأصدقاء ديالكم. منير يحييكم، إلى اللقاء.